يا صباح الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير، أو مساء الورد على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة هنعمل أحلى فطير مشلتت صعيدي على أصوله من الدرجة الأولى. مفيش أحلى من كده والكل يشهد لي بكده. نص أمريكا أكلت من إيدي فطير مشلتت وكلهم ملهمش كلمة غير رهيب حرفيا. فلو حاولت تعمل الفطير وما طلعش بالجودة اللي انت عايزاها، احضر الفيديو للآخر وبعد كده هيطلع معاكي أحلى فطير مشلتت. هنبدأ نعمل الفطير. أنا طبعا النهاردة هعمل 5 فطاير، بس اللي شفتهم في بداية الفيديو 4، علشان في فطيرة يا روحي اتاكلت وباقي منها أشلاء، فأنا مرضتش أصورها لكم. هنا عندي حوالي 3 كيلو دقيق، وحطيت عليهم معلقتين من الملح. هاخدهم شوية بشوية اعجنهم في العجانة واطلع العجينة بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بضيف طبعا مية شوية بشوية عشان الكمية كانت كبيرة وانا ما كنتش قادرة اعجن، فعملتهم في العجانة بسرعة. بس طلعت قوام بالشكل ده واعملهم كور. هعمل 25 كورة على اساس كل فطيرة 5 كور، وادهنهم بالزيت دهنة خفيفة علشان الوش بتاعهم ما ينشفش، واغطيهم واسيبهم حوالي ساعة لحد ما بس العجينة تبدأ تريح علشان اقدر افردها. شايفين العجينة لما مخدومة كويس ناعمة ازاي؟ باين على الشكل بتاعها مفيش اي تكتلات. هنا غطيتهم بالراب. دي كل الكمية 25 كورة. هنا بعد حوالي ساعة بدأت افرد فيهم، فانا هستخدم سمنة النهاردة. بفرد من جوه لبره لحد ما تكون الفطيرة خفيفة خالص خالص. لما العجين مرتاح بتكون يعني سهلة معانا ان احنا نفردها بالشكل ده. دي اول قطعة، وهعمل كمان باقي الكمية 4 قطع تاني، يعني كل فطيرة 5 قطع. بفردهم وكل واحدة بحطها من داخل التانية لحد ما اخلص كل الفطيرة.
دي القطعة رقم 5. بحطها على الصينية واسيبها تريح 10 دقايق لحد ما الفرن تسخن، وبعد كده ابدأ افردها كمان مرة وادخلها الفرن. الفطير بيستوي على نار عالية في الرف اللي في النص، بياخد حوالي نص ساعة، نص ساعة و5. هنا بعد ما الفرن سخنت هبدأ افرد الفطيرة علشان ادخلها الفرن. هنا خلصت فرد الفطيرة بالشكل ده. ده السمك اللي خليت عليه الفطيرة سمك وسط، وهفرد باقي الفطاير بالشكل ده. هنا بعد ما خلصت كل الفطاير، انا كنت عاملة 5 بصراحة، وفي فطيرة اتاكلت. ما استنوش حتى العيال ان انا اخلص تصوير فاكلوها. اتس اوكي. بألف هنا وشفا على قلبهم يا رب. اتمنى تكون الطريقة عجبتكم واستفدتم من الفيديو. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. see you. باي باي.